عايزة أقول إن المشاكل اللي هقولها لو موجودة قبل العلاقة أو موجودة وقت الخطوبة، فبرجاء إنك بسم الله الرحمن الرحيم. أنا شهر شريف لايف كوتش، والنهاردة هنتكلم عن حاجة تخص المتجوزين واللي لسه هيتجوزوا. قبل ما أبدأ السيشن عايزة أقول إن المشاكل اللي هقولها لو موجودة قبل العلاقة أو موجودة وقت الخطوبة، فبرجاء إنك أو إنك تغيري الشخص أو ما تكمليش العلاقة. يعني اللي احنا هنحاول نصلحه أثناء الجواز المفروض إن احنا نتجنبه قبل الجواز. فبما إنه لو أي حاجة من الحاجات دي أو مجتمعة أو كتيرة جنب بعضها بانت في الشخص اللي انت هترتبطي بيه وانت مش متجوزة، العلاقة محتاجة تتراجع أو تتغير. عادي، الخطوبة بتتعمل عشان تتفسخ، العلاقات بتتعمل عشان تتلغي قبل الجواز. بعد الجواز احنا بنحاول نصلح، لأن بيبقى فيه تداعيات أخرى، فيه ولاد وفيه عشرة وفيه سنين اتصرفت وفيه حاجات كتيرة أوي، فبنحاول نصلح. طيب، الإهمال العاطفي يعني إيه بقى؟ الإهمال العاطفي، الإهمال العاطفي من ضمن المشاكل اللي بتيجي لنا ككوتش او ككونسلنج في الجواز. بس في مشكلة ان دايما الكلاينتس ما بيعرفوش يشرحوا. يعني تبقى عندها مشكلة انها تشرح لك يعني ايه بالظبط كلمة اهمال عاطفي، يعني ايه القصة دي مشروحة ازاي، ايه حدودها يعني. كمان ان المشكلة بتكبر لما العلاقات اللي فيها إهمال عاطفي بتبقى شكلا أو من بره هادية، إنما الصمت ده أو الهدوء ده دايما بيخفي عجز عن بناء تواصل عاطفي حقيقي، وبيخفي انهيار للعلاقة وانهيار خفي لجودة العلاقة، فبيهدد ببقائها أصلا. يعني ممكن العلاقة تختفي وتروح بعد بذل مجهود كبير قوي فيها. طيب، فهنبدأ نعرف يعني إيه بقى الإهمال العاطفي. الإهمال العاطفي في الجواز، عشان كده قلت اللي مش متجوزين نراجع نفسنا كويس. بلاش نقول الكلام أو نقول أفكارنا إحنا عن العلاقة مش حقيقة العلاقة. لما يكون الطرف التاني بيتكلم أرجوك اسمعوه كويس وافهموا إن اللي بيقوله ده هو اللي انتوا هتعيشوه مش اللي انتي عايزاه. طيب، نرجع تاني للإهمال العاطفي. هو عدم تلبية الاحتياجات العاطفية بشكل كافي لأحد الزوجين داخل العلاقة. ده نمط متكرر من السلوك بيفشل أحد الأطراف باستمرار، كلمة واضحة، باستمرار في توفير الرعاية العاطفية والدعم والاهتمام لشريك حياته. النتيجة إن أنا ببقى حاسة إن أنا في جوازة بس عايشة وحيدة، ما عنديش أمان في العلاقة، وعندي حالة من الغضب بصبها على الشخص ده، غضب داخلي إذا كنت مش قادرة أعبر عنه، أو عندي خذلان منه، أو غضب لظاهر للباقيين. وده ملوش علاقة خالص بإن مفيش كلام بيني وبينه، وملوش علاقة خالص مفيش حوار بيني وبينه، إنما هو بيرتبط بإن مفيش عواطف صادقة بيني وبينه. ما أعرفش أقول عواطفي، ما باخدش الدعم لعواطفي. الإهمال ده ممكن يكون مقصود أو غير مقصود، إنما المشكلة إن لو حد حس بيه، يعني لو أنا قاصد أو مش قاصد، فالطرف التاني مضرور في كلتا الحالتين. انما اللي هنعمله النهارده احنا هنحاول نوضح اعراضها وشكلها وازاي نصلحها، وازاي نتكلم عشان نوصل لافضل نتيجة ممكنة جوه العلاقة. لو انتوا بره العلاقة ما تكملوش، لانها شيء متعب. طيب، يعني ايه بقى الدعم العاطفي؟ احنا دلوقتي شرحنا الاهمال، عشان كده قلت لما الناس بتيجي تبقاش عارفة تشرح، هي تعبانة بس مش عارفة تقول. الدعم العاطفي ان انا بسمع شريكي، بتواصل معاه بشكل كويس ورومانسي، بخطط لحاجات بيني وبينه، بتكلم معاه، عندي جهد كل يوم الصبح انا مقررة ان انا اهتم بشريك حياتي، او شريك حياتي مقرر يهتم بيا،
واللغة بتاعت الاهتمام دي بتختلف من شخص لآخر. أنا اهتمامي عاطفي لا بلا بلا، هو اهتمامه مادي، إنما فيه اهتمام، فيه بذل مجهود من الاتنين. أنا مش، أنت مش بالنسبة لي كرسي في البيت ولا حاجة مكملة حياتي أو حاجة واخدها كده for granted. يعني الدعم العاطفي اختيار، اختيار وقرار إن أنا حدي شريكي محبة ودعم من خلال أفعالي وأقوالي، من خلال تصرفات صغيرة جدا علشان تخلي العلاقة سعيدة وصحية. طيب يبقى احنا كده شرحنا ايه هو الدعم، لان احنا بنبقى محتاجين اوقات طبطبة مش حل المشكلة، اوقات حد يسمعني مش يحل لي المشكلة، اوقات حد ياخد باله مني مش يحل لي المشكلة، اوقات حد يقول لي انا شايفك مش يحل لي المشكلة. انما انا مش محتاج حل على قد ما محتاج حد شايفني يقول لي انا شايفك انك متشاف. معظم مشاكلنا بتبان لان احنا بنحس ان احنا مش متشافين. طيب، من اهم علامات الاهمال العاطفي الشعور بالوحدة الداخلية والفراغ داخل العلاقة، حتى لو في وجود الشريك معايا جسديا، انا حاسة انه جنبي بس هو مش معايا، لانه غير مؤثر وغير داعم. تجنب الكلام الحقيقي او المشاعر الحقيقية بيني وبينه خلال احاديثنا. بنتكلم عن حاجات لوجيستيك، العيال، البيت، المصاريف، انما احنا ما بنتكلمش عن بعض ولا مع بعض. كمان قلة التقدير من شريك حياتي، احس ان انا عندي حد بيعاملني بتجاهل. اتنين عايشين مع بعض جنب بعض بس مش بيشاركوا الحياة الحقيقية، هما مع بعض في البيت بس مش مع بعض في الحياة. كمان إهمال التواصل وحجب المودة، يعني مفيش بيني وبينه كلام في ود كده، الكلام بيني وبينه ناشف جاف طف، مفيش حميمية في العلاقة. كمان من الأعراض المهمة قوي واللي دايما ألفت النظر فيها للناس قبل الجواز، اللامبالاة تجاه ما يهمني من أمور، اللامبالاة تجاه حاجتي أنا اللي تخصني، حاجة تفرحني، نجاحاتي الشخصية، أزماتي، أي حاجة تخصني لا مفيش مهم، مش مهم، روحي لوحدك، لا 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 مش مهم، نجحتي مش مهم، يعني مش حاجات كبيرة، إيه يعني اتكلمي على دي. اقول انا نجحت في كذا، طب واو اوكي مالها، يعني مش حاجه كبيره قوي، طب انا زعلانه من كذا، يعني ما تكبريش الموضوع. التتفيه واللامبالاه وعدم الانخراط جوه الحياه البسيطه اليوميه، الابتعاد والانعزال العاطفي والتقليل من المشاركه في الحاجات اللي المفروض نكون فيها مع بعض، الزيارات، المناسبات، المواقف، اعياد الميلاد، الخروجات، الحاجات دي ابدا اثر العلاقه بيني وبينه. كمان زي ما قلت قبل كده ما اتكلمش خالص عن المشاعر سلبي او ايجابي، يعني سعيد او فرحان مفيش، الكلام ده ما بيضرش. كمان انخفاض الحميمية الجسدية والعاطفية، تبقى العلاقة الزوجية أكتر برود وأكتر ميكانيزم، يعني علاقة زوجية عادية بس مفيهاش ود. طيب، ده شكل العلاقة. نيجي بقى لعلامات المهمل عاطفيا. الشخص المهمل عاطفيا بيبقى فيه إيه؟ أول حاجة بيبقى رد فعله تجاه حاجتك قليل، يتفه من طلباتك، كذاب، لانه لازم ينكر غلطه، فما يحبش قوي، ما خدتش بالي، ما كنتش اعرف، مش حاجه مهمه، ما يساهمش في تحسين العلاقه، لا يفي بالوعود وما يظهرش الموده، ويا اما اعتمادي جدا جدا يا اما بيعمل كل حاجه لوحده، انت ما تشتركيش. الاتنين دول علامات الاهمال العاطفي. اعتمادي، شيل انت كله، او هو اعمل كل حاجه لانك مش طرف في الحياه بتاعتي، مش طرف في القصه معايا، لا اثق فيكي، ما احبش اشارك، ده معناه اني بعمل كل حاجه. طيب نيجي بقى لاسباب الاهمال العاطفي. واحد، الانشغال بالعمل والروتين والحياه اليوميه والانزلاق تحت ضغوط الحياه والبيت والمهنيه ومسؤوليات الاسريه، يعني انا ما كنتش كده بس بقيت، ما كنتش بس بقيت الشخصيه دي. كمان وجود فجوة كبيرة بين الاتنين نتيجة توقفهم هما الاتنين، واحد كان بيقول مشاعره والتاني ما بيردش، فالتاني بدأ يرجع لورا، فتوقفت الكلام، بدأ مفيش بينج بونج في العلاقة.
فبقاش في تواصل عاطفي، بقى الفجوة بتكبر بيني وبينه، سكوت خفي، بيني وبينه كلام مش حقيقي، بيني وبينه كلام عن أي حاجة ما تخصناش احنا الاتنين. ممكن نتكلم على السياسة، ممكن نتكلم على حاجة البيت، أنا مش هتكلم عني لأنه ما بيسمعنيش. كمان التغيرات العاطفية في العلاقة مع مرور الوقت، اللي هو فقدان الشغف والملل بقى، والفتور العاطفي اللي بيحصل نتيجة طول مدة العلاقة، مفيش تجديد. كمان التراكمات نتيجة المشاكل اللي ما بتتحلش بطريقة سليمة، بيني وبينه مشاكل بنعمل نفسنا مش شايفينها أو ما بنحلهاش، أو ما بنحلش المشاكل دي، أو بنحس إن إحنا هنعمل نفسنا مش شايفين المشاكل، بس المشاكل موجودة وما اتحلتش، وكل واحد فينا عامل نفسه مش شايف. مشاكل بتكبر، وردود فعلي وغضب الداخلي بيكبر، بس احنا مش بنبين عشان المركب تمشي، عشان العيال، عشان نعمل نفسنا مش شايفين. أو المشاكل بتتحل لوحدها، ودي من أكبر الغلطات اللي بتتعمل. كمان من أسباب الإهمال العاطفي عدم نضج، النضج العاطفي لأحد الشريكين أو للاتنين مع بعض، إن هما مش فاهمين أصلا يعني إيه احتياج عاطفي. يعني يعرفش يلبي احتياجات الشريك ومش فاهمها، ومش فاهم بيتكلم عن ايه. لو قال له انا محتاج دعمك، يعني ايه دعم؟ مش فاهم يعني. كمان التوقعات الغير واقعية عن الزواج او الشريك. الجواز هيكون فيه تحقيق احلامي، او الشريك ده فارس الاحلام اللي هيجي هيسيب احلامه هو ويجي يحقق لي احلامي انا. فطبعا بيحصل لي احباط وشعور بالاهمال، لان التوقعات دي ما اتعملتش. انا داخل علشان في حد جاي هيفني حياته عشاني. او العلاقه الزوجيه زي الافلام وزي الميديا، هيعمل زي الناس بتعمله ده، ورد طول النهار. فده ما حصلش، فيحصل لي انا احس ان ده اهمال عاطفي، ايفن ده مش حقيقي. كمان من بعض اسباب الاهمال العاطفي اساليب التربيه الغلط في احد الطرفين. يعني اتربى في بيت ما فيش فيه النوع ده من العلاقات، ما فيش فيه دعم عاطفي. في مثلا لما تبقى زعلان اقعد لوحدك لحد ما تهدى، او لما تبقى زعلان نسيبك ساكت لحد ما ترجع في نفسك او تتكلم براحتك. مفيش حد بيقول له مالك، مفيش حد سبورت، مفيش حد بيمتص ده او بيفهم ان ممكن حد يجي يمتص الغضب او يمتص الحزن او يسمع الدموع يشوفها. فبيبقى شيء عادي، انا ما تعودتش عليه. كمان من ضمن اسباب الاهمال العاطفي التعرض الكتير للصدمات قبل الجواز، فتخلي الشخص يخاف يبذل مجهود في العلاقة، يخاف يدي، لان انا اتصدمت فانا مش هدي. هو ده اللي عندي، 1+1=2. كمان من أسباب الإهمال العاطفي إنه شاف حد تاني، سواء علاقة تعويضية، علاقة بجد، مش فارقة كتير، إن هو بدأ يشوف حد تاني يحقق فيه يديله بقى الدعم العاطفي. من أسباب كمان الإهمال العاطفي في الجواز إن أنا عندي معاكي كطرف تاني مشاكل بتزعجني لم أتخطاها، حقيقية أو مش حقيقية مش مهم، المهم إن أنا ما قلتلكيش عليها وهي لسه جوايا شغالة. فأنا على أساسها بتعامل على أساس أفكاري ومشاعري، مش على أساس الواقع. كمان من ضمن الأسباب اللي بتعمل إهمال عاطفي رتم الحياة السريع والأحداث الكتيرة. عندنا حاجات كتيرة بنعملها، بنجري في الدنيا، بنجري بنجري، فما عندناش وقت لبعض. فيبدأ يحصل الإهمال العاطفي، واحد مش واخد باله، وواحد بيجري في سبق. عايزة أنجز، عايزة أنجح، عايزة معايا فلوس، عايزة أشتغل 24 ساعة، عايز. في النص في ناس اتفرمت في الحكاية دي، إنه أنا اتفرمت تحت رغبات أو طموحات أو تطلعات شريكي. هو مش شايفني، هو شايف طموحاته، انت يا تساعديني يا مش هشوفك. ممكن من اسباب الاهمال العاطفي انك تكوني شخصيه اعتماديه، ادى كتير وانت مبلطجه، فمش هعمل، خلاص ده خلصت، مش هعمل لك حاجه ومش عايز. ودي وحشه لانها بتستنزف الشخص بدري. كمان من اسباب الاهمال العاطفي اني مش سعيد، محبط، حتى لو مش انت السبب. من الولاد، حد من الولاد مش ناجح، حد من الولاد مش مريحني، الشغلانه اللي انا بشتغلها مش سعيد فيها. المهم ان انا ان جنرال كده مش سعيد، فبصب غضبي او بصب عدم سعادتي على الطرف اللي هيستحمل ده، اللي هو انت كطرف تاني. فانا مش فاضي او ما عنديش نفس او ما عنديش طاقه اديكي دعم عاطفي. من ضمن الحاجات اللي بتعمل إهمال عاطفي ضمان وجودك، وإن حضرتك بقيتي أمر مسلم بيه.
وكمان المستقبل. عندي تشويه كده في رؤيتي للمستقبل، مش عارف انا داخل على ايه، مش فاهم انا هعمل ايه في حياتي، فما عنديش طاقة ادي دعم عاطفي لحد، مع ان الدعم العاطفي ممكن يساعد جدا في الحالة دي، بس انا اتلخبط كده فمش هدي لحد حاجة. من ضمن كمان اسباب، احنا قلنا حوالي 15 سبب اسباب الاهمال العاطفي في الجواز، ان انا بحب حياة العزوبية، عايزة ارجع للسنجلة بقى، انا زهقت من الارتباطات والالتزامات فبفتقد، وخصوصا لو الطرف التاني ضاغط، لو الطرف التاني زنقه على طول فانا اتخنقت بسرعة يعني. من ضمن اسباب الاهمال العاطفي اني مش عايزة اتحمل المسؤولية، مش عايزة اتحمل مسؤولية ان ادعم حد عاطفي، ومش عايزة اتحمل مسؤولية ان اكون فاهم مشاعرك، ومش عايزة اتحمل مسؤولية ان انا اكون داعم، مش شايف ان انا عايزة ادخل في الحتة دي اصلا. من ضمن الأسباب كمان الخناقات الكتير في البيت والجدالات الكتير، فبقى البعد عن الطرف التاني غنيمة، لا هدعمه عاطفي ولا مش عاطفي، أنا هقفل الكلام معاه، أنا مش عايز وش. كمان من ضمن الأسباب اللي بتعمل إهمال عاطفي إن الطرف التاني شخصيا غير داعم عاطفيا، فأنا هدعمه ليه إذا كان هو لا يدعم عاطفيا؟ هو ما بيديش في الجوازة، ما بيديش في العلاقة، هو مستني دايما ياخد، هو عايز دايما الناس تشوفه، لكن أنا مش ضروري أعمل. وفي ناس كتيرة كده بتبقى ما بتعملش فعلا وتزعل قوي إنه ما حدش بيعمل لها، أو ما بتشكرش، لو أنا دعمتك ما تشكرينيش. أوكي، كأنه عادي، العادي إنك تعملي لي، لا هو مش العادي. كمان من ضمن أسباب الإهمال العاطفي إن الراجل كسول، أو الطرف التاني كسول، راجل أو ست، مش عايز يبذل مجهود، وحاسس إنه مش ضروري أوي، كفاية ما احنا اتجوزنا خلاص، فالموضوع مش مستاهل. هيعمل إيه؟ معقولة يعني هم دول اللي هيعملوا لك مشكلة؟ يا سلام، معقولة الطبطبة دول هي اللي مأثرة فيكي؟ يتفه من الكلام نتيجة عدم الرغبة في بذل المجهود، ومش مش مستاهلة، يا ما أنت عارفة أنا بحبك، وما أنت عارفة إن أنا كلام كده. نيجي بقى للتأثيرات السلبية أو بعض التأثيرات السلبية للإهمال العاطفي على الجواز. أول حاجة عدم الاستقرار في العلاقة نتيجة شعور طرف بالإهمال والتجاهل وعدم التقدير، أنا حاسة إن أنا مش متقدرة، فاستقر على إيه؟ التوتر المستمر نتيجة الغضب الداخلي لأن في طلبات ليا لم تلبى فأنا زعلان، فالزعلان ده هيديك إيه؟ هيديك زعل، مش هيديك حاجة حلوة. عدم الرضا عن طبيعة العلاقة واحباط لانه ضد التوقعات، او ضد اللي انا كنت نفسي فيه، او ضد اللي انا بذلته وانت ما ردتوش، او انت ما ردتيهوش. كمان انعدام الثقة في جودة العلاقة على المدى البعيد، وعدم الثقة في الشريك على المدى البعيد، فتحس انك مش قادرة تبني في العلاقة، مش عايزة ابني ابذل فيها مجهود، لانه المجهود ده على ايه؟ انا مش ضامنة العلاقة هتستمر ولا لا، ايفن جواز انا حاسة انه انا ما اعرفش هستمر بهذا الوضع ولا لا، فابدا انا من الاول اوقف مجهودي، اوفره للنكست ستيب، للجاي. كمان القلق والاكتئاب نتيجة الضغوط، لأن في واحد مضغوط وزعلان. في الحالات القصوى الانفصال الظاهري أو الطلاق الواضح إذا استمر الإهمال العاطفي. على فكرة أوقات بيكون الإهمال العاطفي مش حقيقي، ده في طلبات متطلعة، بس أنا بتكلم على العرض بغض النظر حقيقته فين. كمان الخيانة العاطفية، والخيانة العاطفية هنا مش لازم تبقى بس خيانة جسدية، لا، خيانة عاطفية إني ما أحبش الشخص وأحب حد تاني وهمي، اني ما اشوفوش اهل الحب، اني ما احسش ان انا ده ما استاهلش، خلاص انا اعتبرته اي تي ام، خلاص هو بيربي العيال وخلاص، خلاص هي مش مهمة في الدنيا، فابدا اتعامل بخيانة عاطفية اني عاطفيا ما احبهاش. نيجي بقى للجزء التاني، يعني ازاي اتعامل بقى مع الاهمال العاطفي في الجواز؟ ليه في الجواز؟ لان انا قلت لو الكلام ده موجود فما قبل الجواز ما تكملوش، لان انتوا الاتنين مش كويسين مع بعض، انتوا الاتنين مش هتنفعوا، مش احسن حاجة، مش احسن علاقة ممكنة. فلما يكون في اهمال عاطفي، لا نرجع خطوة وناخد وقتنا وبراحتنا خالص ونفكر كويس والموضوع يستاهل ولا لا، لانه مش اخر راجل وهي مش اخر ست. ما نعتبرش ابدا ان اللي لقيناه ده مفيش غيره، لا، في ملايين البشر جاهزين واحسن كمان، او مناسبين، لان احسن واوحش ملهاش علاقة بالواقع، على قدر ما ليها علاقة بالمناسب. طيب، نيجي بقى ازاي اتعامل مع الاهمال العاطفي. اولا احدد هو في مشكله حقيقيه، في اهمال عاطفي حقيقي ولا مشكله عندي.
يعني انا اللي شايفه ان ده اهمال عاطفي، يعني انا اللي طلباتي غير مبالغ فيها، سوري، طلباتي غير مقنعه، ان الشخص التاني ده بيديني حب بطريقه ما، بيديني دعم بطريقه ما، غير مقصر في حقي، بس انا اللي عايزه نوع معين من الاهتمام العاطفي. يعني لو راجل شايف انه مكفي بيته، وانه انا راجل بحبك ومش بخونك، وانه طيب وانه حنين وانك مش بتخافي منه، لا بلا بلا بلا، لا بس عايزاه يدلعني وعايزاه يجيب لي ورد وعايزاه، طب هو بيجي مثلا خلصان من الشغل، لا لا انا مالي، انا عايزه دعم عاطفي، هو مش حاسس ان انا تعبانه، طب ما هو تعبان، لا انا طلباتي كده. فالاول احدد المشكله واكون صادقه مع نفسي، لان لو مش صادقه مع نفسي المشكله مش هتتحل بغض النظر الاسباب ايه دلوقتي، لان المفروض نحل المشكله مش مهم مين سببها. فالاول ابقى صادق في مشكله، مع مين؟ مع الشخص التاني ولا انا اللي طلباتي اوفر، انا اللي شخصيه اعتماديه، انا اللي نكديه، انا اللي بوزي شبرين طول النهار، انا اللي ما بديهمش دعم عاطفي، بطلب ايه؟ وليه محتاجه الدعم العاطفي كمان؟ ايه اللي ناقصني انا شخصيا كبني ادم؟ احنا اتفقنا ان في كل العلاقات لازم تكوني كامله، والعلاقه دي تكون اديشن، ما تكونيش ناقصه، مفيش حاجه اسمها حد بيكملك، مفيش حاجه انت كامله لوحدك وربنا خلقك كامله، انما في اديشن، لو مفيش اديشن حضرتك في مشكله، في حته غلط. طيب، يعني في الحته الاولانيه دي انا هحدد المشكله، انا اللي عندي مشكله، انا شخص اعتمادي نكدي غير راضي، مش شايفه الحقيقه، عندي مشاعر ملخبطه رؤيتي، ممكن جدا مش واثقه في مشاعري، مش عارفه احب الشخص، مش قادره اطلع من تجارب قديمه، او عندي مشكله في توضيح معنى الجواز، عندي مشكله في توضيح معنى الحب، عندي مشكله في توضيح معنى يعني ايه راجل، ما توضحتليش، ما حدش فهمني المعلومه دي ازاي، يعني قول الراجل ده كويس على اساس ايه ووحش على اساس ايه، او الشريك ده كويس ليه ووحش على اساس ايه، لازم ابقى عارفه ليه وحش وليه حلو، واقارن وافهم. نيجي بقى للكلام، لو انا اكتشفت انه لا هو اللي مش داعم عاطفي، لا انا كويسه وهو تمام ومفيش حاجه، بس وانا صريحه مع نفسي وانا صادقه مع نفسي وانا عايزه اوصل لحل، اول حاجه ما ينفعش حد يقول لي ايه التفاهه دي، بتتكلمي في دي، يا سلام هي الطبطبه دي، ايوه ما ينفعش حد يتفه، لان ده حضرتك بارت من الجوازه، ان انا محتاجه حد يكون شريك عاطفي، مش شريك في البيت، احنا مش قاعدين اتنين شركاء هم. ليه بقول ما ينفعش نتفه؟ لان دي المادة الخام للتراكمات اللي بتبوظ اي حاجة في الدنيا، التراكمات عاملة زي الموت بألف جرح، كل حاجة لوحدها ما تموتش، بس هم على بعض يموتوا، عشان كده مش حاجة سهلة. طيب، لما انا اجي اشرح الاهمال العاطفي، ما ينفعش اشرح واقول له انت ما بتعملش، انت ما بتدينيش حب، انت ما بتدعمنيش، لا، ينفع اقول له انا محتاجه حب، انا محتاجه دعم، انا بحب كده. الاتهامات هتحول المساله لخناقه دفاع وهجوم، انما لازم افهم وانا اتكلم عن نفسي. اتنين، افهم الاسباب الكامنه ورا سلوكه ده، هل قاصد، مش قاصد، مش فاهم ان انا عندي الطلبات دي اصلا، حاسس انه بجد انا مش واخد بالي، انا اسف، هو انت بتحبي كده انا ما اعرفش. الكلام ده لازم يتوضح من غير خناق، وانا بفهم اللي قدامي، بطلب طلب عادي كاني راح اطلب من محل، مش معقول اقول له انت ما جبتليش خضار، انت مش عارف ان بيتي ما فيش خضار، خناق. كمان اشرح بدقة جدا احتياجاتي، انا بحب 1 2 3 من غير ما الوم، انا اللي عايزه ده، انت كويس جدا بس انا عايزه ده، وافهمه ان النقص في ده مضايقني، بس مش انت السبب، انك ما بتدينيش هو السبب، لكن مش انت كإنسان. انا بقول لك طلباتي اهي، بحب واحد اتنين تلاتة. كمان اعلم الطرف التاني يسمعني، ومش ضروري يحل، انا بقول له انا عندي مشكلة عايزاك تسمعني ما تحلهاش، ما تقوليش اعملي كذا كذا، انا مش عايزة ده، انا عايزاك تسمعني وتقولي انت حاسة بايه ومشاعرك دي واصلة لايه. كمان اقبل العيوب البشرية في الناس، اخفض توقعاتي واقبل بشرية الشخص اللي معايا، اشوف مميزاته اعلى من عيوبه ولا لا، وبلاش احط حياتي كلها على نقطة واحدة، ده مش داعم عاطفيا، ده مش داعم عاطفيا، ده مش داعم، والباقي، الباقي كويس، اللي عليه رايت ساين ده ايه اخباره. طيب، ادخل كمان على نقطة تانية، ان ابص على الموضوع ده من وجهة نظر الطرف التاني، هو شايف انه بيقدم دعم، بيقدمه ازاي،
على صورة ايه؟ قدمه ولا لا، مقصر ولا لا. هتلاقي ممكن اجابات: لا انا كنت فاكر انك عايزه كذا وكذا، انا يوم ما عملت لك كذا وكذا كنت فاكر ان ده كذا وكذا. في النقطه دي مهم قوي اقبل النواقص في الناس، لان انا فيا نواقص، فبما اني فيا نواقص مقبوله للطرف التاني، فلازم انا يكون عندي نفس القصه. كمان افهم عواقب تمسكي باللي انا عايزاه ده، وعدم قبولي بالحلول البديله. يعني لو انا رفضت وطلع ان في حلول بديله، عدم قبولي للحلول البديلة دي هيدفعني ايه؟ ايه الكونسيكونسز اللي هدفعها تمن انه يدايا لا؟ لازم اكون واضحة وبقول لنفسي ده ليه. كمان اكون انا ذكية واشوف هل الطرف التاني ده عنده ذكاء عاطفي ولو مش قاصد اصلا. يمكن هو ما بيعرفش يتعامل، يمكن هو ما ترباش على ده، يمكن هو الدنيا كلها مش بتشاف عنده، هو ما يعرفهاش من اساسه. فازاي احاسب حد على مادة هو ما ذاكرهاش في حياته، اطلب منه ينجح ويجيب دكتوراه؟ كمان ما اضغطش على الطرف التاني واتوقع بعد ما قلت له الكلام ده يتغير بين يوم وليله. الكلام ده لا، المايند سيت بتتغير على زي ما بتتبني على سنين، بتتغير على سنين، بس بتتغير، بتتغير وبسهوله كمان. انا ابدا بنفسي بقى، انا اللي اعيد الروابط، انا اللي ابدا باظهار الموده، انا اللي افهمه انا عايزه ايه من خلال التقليد. لانه زي ولادنا كده، ولادنا لو اتكلمتي 100 مره على حاجه مش هيعملها، بس لو بتعمليها هيعملها اوتوماتيك. ازود التواصل الجسدي بيني وبين جوزي، احسن نفسي وافهم احتياجات الطرف التاني الاول عشان اطلب. ليا حق الطلب بعد ما اكون انا وفيت اللي عليا. اديله مساحته في انه يعرف يطور من نفسه، واحتفل بالتطورات الصغيره. يعني خد باله، قال لي شكرا، قال لي تسلم ايديكي، قال لي معرفش ايه، قال لي كان في حاجه وخد باله مني، حتى لو اقل من اللي انا عايزاه لازم اقول له ان ده اتعمل، ولازم اقول له ان انا شفته بما اني طلبته. لان لو ما قدمتيش، ما حسستكيش بقيمه اللي انا عملته، انا مش هعيده تاني ومش هعمله. لو ما حدش قال لي شكرا على حاجه جميل بعمله، لانه بالنسبه لي مش قناعه ده جميل بعمله، مش هعيده. 19 اهتم بنفسي واحبها، وابني واحاوط نفسي بناس بتحبني. الدعم ما بيجيش للناس الضعيفة، الدعم بيجي للناس اللي عارفة حقوقها. يعني ما يبقاش من منطقة الضعف، يبقى من منطقة حقي. انا حقي ادعم عاطفيا، انا حقي تهتمي بيه، مش عشان انا محتاجة الدعم العاطفي وهموت من غيره. لا، ده حق زي ما انا بدي واجباتي او بعمل واجباتي. الحاجة المهمة كمان، ما نحاولش نصلح الناس ونغيرها، مفيش حد بيتغير إلا إذا اقتنع. فشطارتي إن أقنع مش أغير. ما قارنش نفسي بالناس اللي على السوشيال ميديا ولا الناس اللي حواليا، إن كل ده. الناس اللي بتقارن نفسها بالسوشيال ميديا بتقارن نفسكم بحاجة كده. الناس اللي بتقارن نفسها بالناس اللي بتشوفها حواليها، الناس بتوريك الحلو بتاعها، انت ما تعرفيش دواخل البيوت بيبقى فيها ايه. كمان وانا بشرح نفسي له هقول له ان انا ببذل المجهود في العلاقه وعايزه المردود بتاعي، يعني انا عايزه الاوتكم بتاعي. انا بعمل كذا وكذا وكذا واحب يتعامل معايا 1 2 3، من غير ما اكون بقول له بعلم على وشه. يعني بقول له انا بعمل لك وانت ما بتعمليش. ما ينفعش اللوم لما تكوني بتطلبي، ما ينفعش تحسسي اللي قدامك انه قليل، ما ينفعش تحطيه في الكورنر وتستني منه يعاملك كويس. كمان اشوف انا بقى بوجه مجهودي في العلاقه دي ازاي، عامله توازن ولا انا مجهوداتي رايحه في حاجات وحاجات وسايبه حاجات مهمله بالنسبه له. الحته دي مهمه أوي. انا ببذل مجهود حقيقي ولا انا مستهلكه نفسي في حاجات ومش عارفه ايه هي ومستنزفه. يعني اكتشف حقيقه مشاعري دي. من الحاجات الكويسه كمان رقم 25، لا 25، اتعلم فن التسويق. اتعلم فن التسوية والمفاوضات في العلاقة. يعني ايه اللي ممكن اتخلى عنه وايه اللي ممكن لازم اخده، ايه اللي مهم جدا وايه اللي ممكن استغنى عنه طالما ضاغط على الطرف التاني، ايه اللي لو انا خدته يكفيني جزء كبير منه ومش مهم اخد ده. ما ينفعش كله كله، اللي عايز يمسك كل حاجة هيسيب كل حاجة. كمان افهم منه ايه اللي موقف من ناحيته الدعم العاطفي. ليه ما عندوش دعم عاطفي؟ شايفني قوية مثلا اكتر من اللازم، عمري ما بينت احتياجي، شايفني بستعرض عضلاتي عامله فيها 7 رجاله في بعض.
كمان من الحاجات المهمة اللي بتصلح الإهمال العاطفي في الجواز إني أركز على اللحظة الحالية وأنسى كل إهمال الماضي، أبدأ من جديد. كل يوم يوم جديد عادي. فابدأ من جديد، اللي فات خلص، أنا بقول له على الجديد بقى هنعمل إيه، اللي فات ده مش نافع، الجديد بتاعنا إيه. يبقى أنا أتكلم عن الجديد. كمان وأنا بقول لازم أتعلم أكون مراقب، يعني متفاعل. يعني اكون في الحته دي بالظبط رد فعل. طب ليه رد فعل؟ لان انا قلت، فانا عايزه تغيير، فلما التغيير يحصل لازم يكون في رد فعل ايجابي. اذا التغيير ما حصلش لازم يكون في رد فعل مناسب. ما ينفعش ابقى نايس على طول اكتر من اللازم طالما ده تعبني. لان انا الطرف اللي ما بيقدرنيش ده ما بيخسرش، هيغير نفسه ليه؟ مش خايف من مأمن انه السلوك ده مش نافع. يعني مش هخسر يعني هو هيخسر ايه لو ما عادش الكلام ما اهتم؟ هيخسر ايه لو ما اهتمش؟ هيخسر ايه لو ما كملش؟ لازم يبقى في خسارة. لازم يبقى في نوع، لا انا قلت مرة واثنين وعشرة ومليون انا عايزة كذا. فلازم تبقي في المنطقة بعد ما تتكلمي وتقولي، لازم تكوني رد فعل. ما ينفعش تبقي زي ما انت. انا ما قلتلكيش ما تقدميش الكويس، بس انا بقدم الكويس اهو، ها الاوت فين؟ نرجع بقى تاني، اقول ان انا عملت 1 2 3 وانت ما عملتش، وانا عايزة ده، انا عايزة ارد ده. وتفضلي تستمري لحد ما يدخل في السيستم ويبقى يدخل على الاوتو بايلوت، يتعلم بقى ان ده اوتوماتيك هيدخل. كمان ما اعتمدش على ذكاء الاخرين وانه هيفهم لوحده وازاي ما بيحسش. ارجوكم ما حدش، انت مش هو، انتوا شخصين مختلفين بتنتموا لفصيله واحده البشريه، لما انتوا حاجتين مختلفين تمام. نيجي بقى اتعلم ان انا الصبح اختار ان انا هحب نفسي اولا، ثانيا هحب الشريك كل يوم بدل ما ادور على عيوبه كل يوم. اتعلم انا كمان احب المميزات، لان في مميزات ما ينفعش ان العيوب لو قليله تطغي على المميزات واحطها في وشي وتبقى هي دي اللي انا شايفاها طول النهار. لا ده مش عقل. ده بالنسبه لي واحده مش عارفه تاخد الباكجينج بتاعه الحاله اللي قدامها، بتاعه البني ادم اللي قدامها. انت متاخده باكج، اللي قدامك لازم يتاخد باكج. الاصلاح يبقى بالتدريج وعلى نقطه واحده، حاجه واحده. مش انت فيك وفيك 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 ان شاء الله. وبعدين من الحاجات بقى الشخصيه اللي احنا نعملها التامل. التامل يا جماعه ده حاجة بقى مهمة. ليه؟ عشان أرتب أفكاري. التأمل ده يعني إيه؟ يعني خصوصا اعملوه قبل ما تناموا. إن أكون قاعدة وما بفكرش، أفضي دماغي. هتجيلي فكرة أنا متغاظة منه علشان عمل كذا كذا، خليها تدخل وتطلع. ما رتبتش البيت، لا لا، خليها تدخل وتطلع. أنا عايزة أغير من نفسي، خليها تدخل وتطلع. هي دي التفضية. ما تعترضيش الفكرة لما تدخل، بس كمان ما تدخليهاش وتقعدي تفكري فيها. لو قفشتي نفسك بتفكري فيها قولي لها من فضلك اطلعي، هفكر فيكي بكرة. بس كده. الحركة دي من الحاجات اللي بتخلي الواحد ينام مرتاح ويعرف يفكر وهو كويس وعقله متزن. خلي الفكرة تدخل وطلعيها من الناحية التانية. فعلا تعلموا تعملوا الحركة دي وأحلى وقت ليها وانتي على السرير قبل ما تنامي. أي أفكار جت البشرية كلها هيحصل فيها يحصل. بكرة هعرف. البطيخ بقى بمليار جنيه بكرة هعرف، مش مهم. المهم إنه في الآخر كل الافكار ما تعترضيهاش عشان ما تمسكش فيكي وما تمسكيش فيها انت، وخليها تدخل وتطلع. هو ده التامل. مش هقعد افكر في حاجه مضايقاني واقول انا بتامل، لا التامل مش كده. الحاجه الحلوه كمان اللي احب اقولها لكم انك اتعلموا تدوا وقت للتفكير. يعني انا هفكر في الموضوع ده بكره الساعه 5. خلاص تمام، الساعه 5 اي ما تجيلي الفكره ها هفكر الساعه 5. ليه الحركه دي؟ لانها بتخلي عقلي ينشغل بحاجات مهمه ويسيب الشيء اللي مضايقني لوقته. والساعه 5 افكر على فكره، بس ساعتها عقلي بيحس ان انا بحترمه وبحترم نفسي. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا كل حاجات الاهمال العاطفي واسبابها والناس وشكلهم بيبقى عامل ازاي. طب افرضوا بقى ان انا ما عنديش ده، عايزه يبقى عندي ازاي افويد الكلام ده ويبقى عندي وقايه واحمي نفسي. الوقايه بقى اللي هي خير من العلاج. من البدايه احافظ على التواصل المستمر. اركز ان انا لازم اكون متواصله مع شريك حياتي، اهتم باحتياجات شريك حياتي، اعلمه يهتم بحاجتي، اعلمه بطلباتي، اتعلم اشرح نفسي من غير ما الوم، اتعلم اقول دايما طلباتي واقف لها. يعني اثبت كده انا عايزه كذا وكذا، انا بحب كذا وكذا. لا تنتظروا يا جماعه الناس تديكوا حقوقكم بمزاجهم. انا لو عندي حق حد ومش عايز ياخده هديهوله ليه؟ doesn't make sense من الاساس. التقدير والاعتراف
بتصرفات الشريك السليمة والاعتراف بإنجازاته والاهتمام بإنجازاته وطلب اهتمام بإنجازاتك. إذا ما اهتمش قولي له أنا بحب إنك تهتم لأن إحنا شريكين، يعني نستثمر في العلاقة، نعمل عليها طول الوقت لأنها تستحق. دي مصروف عليها سنين عمر ما بترجعش، وأعصاب ما بترجعش، وعواطف ما بترجعش، وكل حاجة ما بترجعش. العلاقات من الحاجات الكبيرة جدا اللي الاستثمار فيها لازم يبقى valuable يعني. نقضي وقت مع بعض، نعمل أنشطة مع بعض، نقوي وجودنا، دايما أربطه. في الآخر الإهمال العاطفي من الحاجات اللي بتبقى مشكلة من تحديات الجواز، إنما الكويس إنه ينفع يتغير، ينفع لو إحنا الاتنين حاطين نفسنا صح. كمان بقى عايزة أقول نقطة في الآخر، إزاي تعبري عن نفسك صح. أولا لازم يكون طلبك لاستحقاقك مش لاحتياجك. يعني أنا عايزة ده عشان أنا قوية مش أنا ضعيفة، أنا عايزة ده لأن أنا بحمي نفسي وبحب نفسي، عايزة ده لأني أستحق. فيبقى فاهم انه هعمل ده لانها تستحق، مش عشان ارضيك واسكتك، لا انا بعمل ده عشان ما اخسرهاش، بعمل ده علشان هي تستحق مني هذا الاهتمام. كمان من الحاجات المهمة لما تكوني عايزة اهتمام عاطفي، أول حاجة تغرقي في نفسك، اغرقي في نشاطاتك المفيدة لنفسك، اغرقي في حياتك الاجتماعية والنفسية لنفسك، اتعلمي تهتمي بنفسك. لما أنا هشوفك مهتمة بنفسك هبدأ أقول أنا لازم أهتم بيها. إذا كان هي بتهتم بنفسها أنا مش هقدر أهتم بيها. إنما اللي مهمل في نفسه أنا أهتم بيه ليه؟ إذا كان هو نفسه شخصيا مهمل في نفسه. أو نقول لحد لو أنا لوحدي مش عارف، بس في حاجة بحب أقولها، ماذا لو أنا عملت كل حاجة وما نفعش؟ على فكرة في حلول أخرى اللي هي الرحيل بقى، بس أنت قده ولا لأ؟ ينفع ولا لأ؟ ما ينفعش أقول امسكي في حاجة بتؤلم، ما ينفعش أقول لك هو ده نهاية العالم. إنما ينفع الإصرار على التغيير. لو الإصرار على التغيير أقل ضررا من إن أنا أسيب الموضوع، طبعا خليكي مصرة على التغيير. عشان كده قلت في اول السيشن خالص اللي انا هقوله ده للمتجوزين بس، لان اللي مش متجوزين وفي علاقة في الاول او مخطوبين او بيتعرفوا وبيعملوا ديتنج وفي اهمال عاطفي في الاول، ارجوكي لفي وارجعي، سيبيه واجري، لانه هيستهلك كتير قوي قوي من الطاقة لحد ما تخلص. احنا مضطرين نستهلك الطاقة دي في الجواز لان خلاص الجوازة موجودة وعندنا منتجات منها اطفال واولاد وحياة. خلصت السيشن وبتمنى انها ما تكونش تقيلة قوي قوي، واشوفكم بقى